طيب انتقالات النادي الاهلي عشان ناس كتيره جدا بتتكلم عليها، هقول لكم بالظبط يعني. وكيل محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي قال ان اللاعب انهى جميع الصفقات والاهلي انهى جميع الاتفاقيات خلاص، وانه من المنتظر انه يصل القاهره غدا بكره الاثنين ان شاء الله للاعلان رسميا عن الصفقه. ده الكلام اللي بيتقال يعني. طيب الاتفاق شكله عامل ازاي؟ مليون و200 او 250 او 300 الف دولار، في قول 200 قول 250 قول 300، فانا هقول مليون و300. الاهلي ليه كام عند النجم الساحلي؟ ليه 975 الف دولار، والاهلي هيسدد ال 325 الف دولار خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه لكريستو. الناس كلها بتقول نادي كويس، يعني اللعيب كويس. الاهلي كمان يقال انه انهى كل الاتفاقات مع نادي سموحه بخصوص ضم الظهير الايمن خالد عبد الفتاح 4 سنين ونص. اللي عرفته انه اللاعب اتنقل للاهلي مقابل مبلغ مالي واعاره لحسام حسن وزياد طارق. حسام حسن 6 شهور، زياد طارق 1.5 سنة لنادي سموحه. وعلى فكره دي حاجه كويسه لحسام ولزياد، لانه حسام شفناه مع سموحه كمهاجم متالق، شفناه مع الاهلي الحظ ما ابتسملوش، فيعود من جديد الى سموحه يلعب باستمرار، يبقى اساسي باستمرار، يعيد اكتشاف نفسه ويعيد مكنه الاهداف مره اخرى، ويقنع الجماهير ويقنع المسؤولين في الاهلي انه له احقيه في مكانه في النادي الاهلي ومن ثم في المنتخب الوطني. اما زياد طارق فزياد اتظلم. انا من وجهه نظري ان زياد ومحمد محمود اتظلموا، كانوا مشوا من بدايه الموسم او كانوا اتمرنوا مع الفريق وخدوا حظهم وحقهم يعني، لكنه ماله موسم ونص مع سموحه. نادي سموحه نادي محترم جدا، وزي ما قلت لكم كان في تنافس ما بين سموحه والاتحاد على ضم زياد طارق، لكن يبدو مع الصفقه التبادليه مع خالد عبد الفتاح الموضوع انتهى، والعلاقه طيبه جدا اللي بتجمع ما بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المحترم والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه المحترم. بالنسبه للولد الغني اللي هو لاعب هارس اوف اوك اللي قلت لكم عليه دانيال افري، لسه الاهلي ما حسمش، لسه الموضوع لم يتم حسمه حتى هذه اللحظه، خصوصا انه يعني امبارح ظهر بمظهر متوسط، والراجل قال لهم ادوني وقت ان انا اتابعه كويس واشوف بشكل كويس يعني. الاهلي كمان بيدور انه يضم لعيب كمان فوق السن، في كلام عن لعيب لاتيني هيتم حسمه خلال الايام القليله المقبله. باحمد دياب رئيس رابطه الانديه بيرد على بيان بيراميدز. بيان بيراميدز كان بيراميدز طلع بيان، ما احنا لازم نبدا السنه بحدوته يعني، انه بيقول لك ان الاهلي خالف اللائحه، ويعني هو عمل بيان حقيقه النص الثاني غير النص الاولاني. النص الثاني حلو وجميل، لو كان اكتفى بالنص الثاني كانت تبقى احلى بدايه للسنه الجديده، لكن البيان الاولاني قال لك الاهلي ونقل المباراه وازاي ينقل المباراه، وده مخالف للوائح وده مخالف للقانون، ومحدش نسق معانا ومحدش قال لنا حاجه ولا محتاجه. وبعدين رجع في الاخر قال لك بس احنا لا نحتاج. ليه؟ لان علاقتنا طيبه مع النادي الاهلي. وبعدين رجع تاني قال لك الطبيعي ان انت كنت تتفق معايا وتقول لي لانه الملاعب ولها ضوابط ولها قواعد. يا سيدي ما انت بتقول لا احتاج ولا اعترض، وان انا المباراه تتلعب في استاد القاهره، ما خلاص هاتها بجميله يا سيدي، وان كان ما فيهاش جمايل، لانه دياب رد وقال لا يوجد في اللائحه ما ينص على موافقه الطرف الثاني وبالتالي لا توجد اي مخالفات. وقال لك الاهلي من حقه انه يلعب في ملعب استاد القاهره لانه ملعبه الثاني البديل. وقال لك ان الاهلي جاب كل الموافقات الامنيه، فالراجل خلصها لك يعني، خلاص الدنيا خلصانه. فانا الحقيقه مستغرب جدا يعني، وليه في نفس الوقت اللي عرفنا انه بيراميدز طلب حكام اجانب وان تمت الموافقه على طلبه، وان بالفعل طاقم تحكيم بولندي يتم استخدامه هو اللي هيدير مباراه الاهلي وبيراميدز، يعني اللي ليك بتاخده. فالامر وبعدين حضرتك لما تلعب في استاد القاهره، طب ما ده جميل يعني، هو ايه هو استاد القاهره وحش؟ حاجه عجيبه جدا يعني. المهم يعني كنا لازم نبدا السنه بحاجه يعني ايه فيها شويه صداع، لكنه حسمها احمد دياب.